كيفاش المغرب الجزائر عندها صحراء قد هكاك؟ لأننا شعب حر، لأننا أسياد. والمغرب ما عندوش. كيفاش كتشرحوا لنا هذه القضيه هذه؟ 630 ألف شاهد من 1830 إلى 1962. ماهوش بسهولة. أنا مانيش محتاجك. السلام عليكم، أتمنى الجميع بخير. متابعينا الكرام، إعلام المخزن مؤخرا ومواقع من الكيان الصوص راهم دايرين حملة كبيرة ضد التمور الجزائرية المعروفة والمشهورة عالميا بجودتها. وهذه صورة لغلاف أمريكي شهير عن التمر الجزائري بعنوان نخيل التمر الجينات الموارد. اليوم المغاربة كلهم دايرين واحد الحملة في المواقع ديال التواصل الاجتماعي وفي الشارع المغربي، مقاطعون لجميع المنتجات ديال الكبرانات واش اخبارك؟ التمور الجزائريه مسرطنه. ومن بعد تجي مطيشه وجماعه المخزن الفايحين يقولوا بان التمر الجزائري مسرطن. ملا انا اليوم نرد عليهم ونبهدلهم. كاين مثل عندنا احنا بالجزائر يقول لك اللي ما لحقش التمر يقول لي عليه حامض. صح، قبل ما نروح الفضيحه تاع مطيشه خلينا قبل نردوا ونبهدلوا هذا الكذاب اللي كشف روحه على المباشر. تبع الفيديو ودير لايك. أصلا هذه التمور لا تتوافق مع المعايير الدولية، لذلك رفضتها بعض الدول في الاتحاد الأوروبي، من بينها فرنسا، بداعي أنها مسرطنة، لأن فرنسا هي أدرى بذلك من خلال استعمالها للجزائر وتجاربها النووية في البلاد. قبل ما نقول لك تكذب وتخرب نزيدك باللي بهدلت بروحك يا الجهل وماك عارف والو. بصح نمشي معاك، راك تقول تمور جزائرية مسرطنة بسبب التجارب النووية في رقان. صح، شوفوا معايا الخريطة. هنا رقان اللي صارت فيها التجارب النووية، صح، وهنا واحد التمور المروكية، وهنا واحد تمور دقلة نور الجزائرية ببسكرة. إذا كانت التجارب النووية تأثر على التمور كما راك تقول يا واحد الجهل، معناتها الواحات المروكية هي الأقرب إلى رقان ب 670 كيلومتر، ومن بعدها نهضروا على بسكرة. تمور دقلة نور في بسكرة راه بعيدة على مكان التجارب النووية في رقان ب 1047 كيلومتر. ملا إذا كانت صح معناتها عقلك هو اللي مسرطن ومريض. صح، معليش ما كفاتكمش هذه، زيد تبع الفيديو. مشاهدينا الكرام، متابعي قناه شوف تي في، اهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء، وبالضبط من كراج علال. كيف ما كتشاهدوا حجز على كميه من التمور الفاسده في هذه الاثناء. هنا كيما نقولوا حنا رانا لحقنا المسقي. هذه مطيشه عند كراج تاع عمها علال، وراك كيما راكم تشوفوا راهم يقيسوا في التمر فاسد، في العنوان كاتبين تمور جزائريه فاسده. اسمعوا اش رايكم. بالضبط من كراج علال كيف ما كتشاهدوا حجز على كميه من التمور الفاسده في هذه الاثناء. ملا انا ذوك نكشف باللي اعلامكم وعقولكم هي اللي فاسده. تبع معايا الخريطه، لانه انا اليوم راح نشارك معاكم الموهبه تاعي في رسم الخرائط وكشف خزعبلات واكاذيب المخزن. في البدايه أنا نمشي معاك، وأول حاجة لازم نعرفوها هي عمك علال هذا منين جاب التمر الجزائري. حنا الجزائريين نعرفوا باللي عمي تبون راه مبلع عليكم الحدود، وطيارة مروكية ما تفوتش فوق الأجواء الجزائري، بمعنى أن الجزائر أكبر رومبو في العالم. ملا عمك علال هذا مول الكراج اللي راه يقيس في التمر راه يسافر إلى دول أخرى باش يجيب التمور الجزائرية. معناتها عمك علال لازم يركب في الطيارة وعنده زوج خيارات باش يجيب التمر الجزائري. اولا الطياره من المروك حتى لتونس باش يعاد يدخل للجزائر يشري تمر الجزائر، ويعاود يرجع يفوت على الجمارك تاع الجزائر والجمارك تاع تونس، وفي المطار ثاني يعاود يفوت على الجمارك تاع تونس ويرجع للمروك في الطياره، ويفوت على الجمارك تاع المروك ويرجع للكراج تاعو يسيبك تجيب الكاميرا تسني فيه وتصوري باللي التمر الجزائري هذا اللي جابوه لقيتو فاسد. شوف ذيك الفامس. انا تبين لي عمك علال هذا راه يركب في الطياره باطل ويدي تمر الجزائري باطل باش كيجي للمروك يقيسوا ما يخسرش في لافير. صح، نزيدوا الزوجه. عمك علال يروح لاوروبا باش يجيب التمر الجزائري من اوروبا اللي فيها معايير الجوده عاليه، ومن بعد يرجع للمروك يلقاه فاسد. شوف من الاخير يا اعلام مطيشه، انتم اعلامكم فاسد مثل كيما هذاك التمر الفاسد اللي راكم تقيسوا فيه، لانه قلوبكم فيها الحسد والغل ضد كل ما هو جزائري. لكن ربي خلق وفرق وجعل الجزائر بلد الشرفاء والشهداء. كل ما
ينبت فيها طيب وحلو مثل التمر الجزائري المشهور عالميا. وفي الأخير كما بديتها في الأول، اللي ما لحقش التمر الجزائري يقول عليه حامض، واللي ما لحقش للحم قال عليه منتن. هذه جاية على مطيشة وإعلامهم اللي كل ما يقرب رمضان تلقاهم يحاولوا يشوهوا في التمر الجزائري اللي راه أصلا من أشهر وأجود وأنواع التمور العالمية. حبيتوا تشوهوه، لكنكم في الأخير كالعادة ديروا له إشهار مجاني، والدليل الإقبال الواسع حتى من الشعب المغربي اللي يشري فيه ومعتبر الوجهة الأولى رغم محاولاتكم البائسة.